عليكم. معكم عبد الرحمن نجار من فيرم الكترونكس، وفي الفيديو دوت هنشرح ازاي تقدر تسجل على كورسيرا تاخد الشهاده اللي هي فيريفايد سيرتيفيكت ببلاش من غير ولا فلوس ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب نبتدي بالخطوات. انا اول حاجه هنا طبعا فتحت موقع كورسيرا، نيجي نشوف مثلا في كورس انا عايز اسجل فيه. كان كورس تبع البيج داتا اسمه ار لانجويج. افتحه. طيب ننزل مثلا اهو ده كورس مثلا عاوز اسجل فيه. فالطبيعي ان انا كنت بعمل ايه، بقوم مثلا عامل جوين عادي. طيب بتطلع لي اوقات اللي هي الرساله ديت يقول لي فول اللي هي فيريفايد سيرتيفيكت، والتانية اللي تيجي يقول لي نو سيرتيفيكت اللي هي بتكون ببلاش اصلا. طيب تعالى ناخد بقى اللي هي بفلوس ديت عشان نقول له ان احنا عاوزينها ببلاش. يعني طيب بعد لما احمل شويه ظهر لي اللي هي الصفحه ديت، بيقول لي بقى ان انا ادخل بقى اللي هو الفيزا نمبر والاسم والحاجات ديت عشان اخد الشهاده بفلوس. احنا بقى ازاي نيجي ناخدها ببلاش؟ بعد لما ينزل تحت شويه هنلاقي في حاجه هنا بيقول ابلاي في فاينانشال ايد، اللي هي ان انت تاخد مساعده ماليه من موقع كورسيرا نفسه، ان هو يديلك يدفع هو فلوس الشهاده ديت. فنون ابلاي. فهتظهر لي طبعا هي الصفحه ديت بتشيك اوت فيها. فاول حاجه خالص هتظهر لي كام خانه كده هنمنعهم. اول خانه انت بتقول مثلا اللي هو الانوال انكم بتاعك، فطبعا انت هتقول فلوس قليله، يعني احنا عاوزين مثلا فاينانشال ايد، فمثلا نقول 300 دولار. تاني حاجه الدوله هي طبعا مصر. طيب الرساله اللي بعدها دي بتقول يعني اشرح انت ليه محتاج الفلوس دي، فتقول بقى ان انت اصلا بتحتاج فلوس وحالتك صعبة ماليا وحاجات زي كده يعني. فطبعا بالنسبة لي يعني مثلا ممكن اقول ان انا في جامعة ومصاريفها قليلة ومش قادر اشترك في جامعة عالمية وكده. فتعني نكتب كده مثلا، أو مثلا I'm student at Cairo University. احكي. هو على فكرة هو في الغالب اصلا مش بييجوا يقروا الحاجات ديت، هو اصلا بعد كده هيعملك اوتوماتيك يعني confirmation. طيب مثلا انت قاعد ماشي. مثلا نقول وسفيس. طبعا مصاريف الجامعة بتاعتنا 187 جنيه. طبعا مثلا نقول 125 دولار مثلا. It's like scholarship as I cannot afford paying for مثلا حاجة زي كده مثلا. تمام. طيب اللي بعدها بيجي يقولك قول لي انت ليه محتاج اصلا تاخد الكورس دوت. فاقول ان انا مثلا الكورس تبع التخصص بتاعي وان انا بحتاجه. فاقول برضه نفس الكلام student. خلاص هو بيستعطل وخلاص. sign in. مثلا الرسالة اللي بعديها يعني، وانا طبعا مش فاهم معناها اوي ايه، بس انا دايما باجي بشرح اقول انه يعني هو بيجي يقولك انت ازاي انت هتكونتريبيوت يعني للي هو كورسيرا كوميونيتي لما انت تاخد الكورس دوت. فانا بقول مثلا انا اساعد زمايلي في الكورس دوت وان انا اشرح لهم وكده. طيب بعد لما خلصنا كده عملنا الداتا بتاعتنا، بعد كده نقول I certify this information. بعد كده نقول submit application. استنى شوية كده قبل لما يبعت الطلب وكده.
بس احنا كده خلاص الحمد لله عمل لنا انرول. بعد كده بيقول لي ان هو هيريسيف في كونفirmation ايميل شورتلي كده، ويقول لي ان انا خلاص يعني اكيد الكورس دوت انا اخدته يعني فيريفايد، وهم اللي هيدفعوا الفلوس بتاعتي. هو دلوقتي تقريبا ما فاتش يعني 10 دقايق واتبعت لي كونفirmation خلاص من كورسيرا ان انا اخدت اللي هو ان هو وافقوا يعني على الشهاده الفيريفايد بتاعتي، وان انا اقدر اكمل فيها. وبعد لما اخلص يعني الكورس كنت بلاقي بمنظر كده يكون هو بيقول فيريفايد اللي هي بتكون بفلوس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تشيروه عشان نقدر نفيد يعني الناس اكتر، الناس تقدر تستفيد تاخد اللي هي الشهادات ديت. بس يا ريت يعني لما تيجي تسجل في الكورس يعني تكون واثق ان انت هتخلصه، عشان ما تبقاش اللي هو ايه بيسجل في كذا كورس وفي الاخر يعني ما بياخدهاش، يعني ممكن تعمل صورة سيئة للبروفايل بتاعك على كورسيرا. شكرا.